السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل ان شاء الله النهاردة وصفة حلوة جدا للبدنجان. احنا مش هنقليه، احنا هنعمله بطريقة حلوة جدا. تنفع طبعا جدا للناس اللي بتعمل دايت. هنعمله سوتيه بس بطريقة مختلفة شوية. تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. انا هعمله على شكل مروحة وهحشيه بالخضار. الخضار عندي اللي هو الفلفل الالوان وطماطم وبصل وفلفل اخضر. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطعه كده كده بالشكل ده، والتانية هنعملها زيها برضو. هنرص هنا في الصينية كده بتاعتي، وهبتدي بقى احط فلفل الوان، احط بصل، فلفل احمر، وعندي طماطم، هنحشيه كده بالطريقة دي. كده حبايبي احنا حشينا البدنجان معانا الخضار بتاعنا. هنسقيه بقى بالتتبيله بتاعته. عندي معلقه كبيره من الثوم، هنحط عليها شويه من الليمون وشويه ملح وشويه كمون وهنحط طبعا شويه من زيت الزيتون وشويه من الزعتر عشان يديله ريحه حلوه قوي وهو بيتشوي. هنقلب الخلطه دي كلها كده مع بعضها، وهنسيبها البدنجان وهندخله في الفرن. نبتدي نسقي كده بالخلطه بتاعتنا الجميله دي وهندخله في الفرن، واول ما يستوي هنطلعه. هنعمل معاه دلوقتي صدور فراخ مشويه على الجريل على الشوايه من فوق كده بالشكل ده. طبعا البدنجان بيحب الثوم والكمون والليمون، وطبعا لما نعمله بزيت الزيتون افضل كمان. تغيير بدل ما تحمري في زيت كتير. الطريقه دي حلوه جدا وبسيطه وسهله. كده خلاص هو تمام معانا. هنبتدي بقى نحطه في الفرن، وهنعمل مع بعض صدور الفراخ المشويه بتتبيله برضو بسيطه وخفيفه وحلوه وسهله ان شاء الله تعجبكم. عندي 3 قطع من صدور الفراخ، هنقطعها كده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تاخد من طعم التتبيله. كده بالشكل ده. ممكن نعملها كده بالطول. وهنقول لكم بقى هنتبلها بايه. تتبيله بسيطه جدا.
عندي ميه بصل، وعندي شويه من الليمون، وهنحط شويه ملح، وهنحط معلقه كبيره من البابريكا. طبعا انا مش هحط صلصه ولا طماطم ولا حاجه كده، لان انا عايزاها يعني التتبيله بتاعتها تكون خفيفه وبسيطه معانا، مش عايزاها تبقى تقيله، عشان بالنسبه للناس اللي بتعمل دايت طبعا ما ينفعش صلصه. وهنحط معلقه كبيره من الزعتر، وهنحط شويه من الخل، وشويه برضو من زيت الزيتون. الخل والزيت هما اللي بيدوا للحاجه المشويه، بتخليها طريه. الزيت والخل بيخلوا الحاجه المشويه طريه معانا وحلوه. هنقلب الخلطه دي كلها كده مع بعضها. وهنحط فيها الفراخ، وهنسيبها على الاقل، هو المفروض ساعتين، يعني اي حاجه مشويه على الاقل بتستنى في الخلطه في التتبيله بتاعتها دي ساعتين. تتبيله جميله جدا وخفيفه جدا، ما فيهاش اي مشكله. كده بالشكل ده هنسيبها كده شويه، وبعدين نشويها على الجريل على البوتاجاز من فوق. انا حطيت شويه من زيت الزيتون. هنبتدي بقى نشوي صدور الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نحط معاها قرن فلفل حامي، مش مشكله. هنسيبها على كل ناحيه 3 دقايق عشان تستوي، تبقى مستويه كويس جدا معانا. كده احنا ديرنا الفراخ على الناحيه التانية عشان تاخد برضو 3 دقايق من السوا. واول ما تستوي خلاص معانا وتبقى مستويه تمام 100 100، هنشيلها بقى من على النار، ومستنيه بقى الباذنجان يستوي. وهغرف معاكم في طبقنا في الاخر، هوريكم شكله هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. يا رب ينول اعجابكم. كده يا حبايبي عملنا وصفه النهارده هيلثي جدا للناس اللي بتعمل دايت، وصفه صحيه وجميله. عملنا الباذنجان السوتيه في الفرن بطريقه حلوه وبسيطه جدا، وعملنا صدور الفراخ المشويه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناه. بشكر كل الناس اللي بتتابعني. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.